وصل الراعي الرسمي للسعادة. الله يسترك. والعيش والاكل وكل حاجة. جبت عيش حبة كاملة؟ احنا كاملة هنا كمان. كل حاجة. ورينا الفول. طعبوشي. سقعة؟ واو. اوعى بنسيبة تاكلي منها كتير. يا سلام. لا الحلوة الخبطة دي تديك في الاكل. عندك حس كده. انا عندي حس الصراحة. ده بجد، ده انت بجد يعني يشهد لك ان انت احمد اثنى قوي ياسمين على موضوع اللانش اللي انت عاملاه ده ويش. انا ممكن تدوري. بس بقى جبت لك كريمه وكريمه ومربى. ايوه. يعني الاكل ده بالنسبه لك ايه يا احمد، حلو ولا ايه؟ زي المزرعه صح؟ طبقين صح كده؟ هذا بالطحينة ولا؟ خدي حطي الطبق ده ودي الطبق ده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده من ايام المصيف الجديده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا انا حبيت ان انا اشارك ليكم من كل حاجه مختلفه، اصورها مره واحده. يعني الفطار ده هتلاقوني صورته مره واحده. انا مش فاكره ده انه يوم، تقريبا ده اول يوم كان لسه الفطار. ايوه، فقلت اشارككم كده معايا الفطار. ودي ماما ست الحبايب بتسلم عليكم جدا جدا، بتشارك معانا كده. وقلنا نحضر يلا الفطار. عايزه اقول لكم المفارش دي حلوه قوي. عارفين لما تروحوا مكان ومظبطين كل حاجه فيه والدنيا تمام التمام يا جماعه، بيبقى راحه نفسيه بجد، راحه نفسيه حلوه قوي قوي. بتحسي ان انت فعلا في بيتك، والمجهود اللي هو بيبقى بعد الاكل ولا بعد اي حاجه انت بتعمليها سواء في المطبخ في البيت، معاكي المنظفات بتاعتك، معاكي الحاجات اللي بتساعدك، بيوفر عليكي كتير قوي قوي. بتحسي براحه نفسيه بقى، بتقومي تلبسي يبقى الدنيا تمام التمام. انا هنا في اول يوم لا ما لبستش بقى المايو ولا الحاجات دي. لا اكتفيت باللبس بتاعي ورحت وقلت انا ونصيبي. حتى لو انا واقفه مع لوم مش مشكله لو الهدوم يعني جت عليها ميه ولا اي حاجه. فقلت لا، ما كانش صراحه ليا مزاج خالص ان انا يعني اغير او كده. ما علينا يا جماعه. بصوا بقى انا حضرت كده. بصوا انا كانت اختي كانت جايبه معاها جبن برضو وحاجات، واحنا جبت جبن وحاجات. عارفين الحاجه كل ما تبقى تتقسم على 2 بتبقى سهله قوي وبسيطه وحلوه. حتى الفرح، حتى يعني ربنا يبعد عنكم الشر والحزن وكل حاجه. عارفين بتشاركي حتى الفرح ده لما بيتشارك على 2 بيبقى حلو. ايوه بيبقى حلو، لان لما الشخص اللي قدامك بيفرح لك من قلبه بيفرحك اكتر. لما تشوفي السعاده والفرحه في عين اللي قدامك ده بيفرحك اكتر وبيسعدك اكتر، يديكي طاقه حلوه قوي قوي. استكفينا كده بقى مع الفول مع الفلافل مع البطاطس والبتنجان، وكان فطار حلو قوي. يعني انا فطرت لقمه كده ونزلنا. رحنا بقى البسين للولاد اهو. وانا قاعده كده بصراحه البسين برضو عشان اقول لكم كل الاخبار. الدخول بفلوس، يعني دخول البسين بفلوس. ولو البحيره برضو لما نيجي برضو عندها اقول لكم برضو ايه بفلوس. في الدخول بفلوس تذكره، وكمان الشمسيه والكراسي احنا فوجئنا يعني انها برضو ايه بفلوس. كانت السنه اللي فاتت بفلوس بس كانت رمزيه، بس السنه دي اكتر، يعني السنه دي اكتر بكتير. فيعني هي جت عليها هي كل حاجه بتغلى يعني. فاهم حاجه، بس الولاد ينزلوا ويفرحوا سواء نزلت البسين او ما نزلتيش، لا كده كده تدفعي الفلوس. بصوا بقى لوجي بقى كانت اكتر واحده مبسوطه. ما كانتش يا جماعه عايزه تطلع من الميه خالص خالص خالص، كانت بتبلبط كده زي السمكه البلطي. بصوا الجمال وانا كنت واقفه كده جنبها وبتقولي بقى بوسي هتنزل امتى يا ماما؟ هتنزل دلوقتي. فكانت فرحانه، ودي فرحتها عندي بالدنيا والله. وعلى قد والله ما بنسعد ولادنا وبنفرحهم. حتى ولادك، ايوه حتى ولادك لما انت بتسعديهم وبتفرحيهم، حتى لو ده يعني فوق طاقتك شويه او بيبقى مجهود عليكي كاي حاجه، كمصاريف
كوقت كمجهود كأي حاجة، والله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى هيرضيكي وهيفرحك. والأب برضو لما بيعمل كده ربنا هيرضيك ويفرحك، لأن دول الأطفال، عارفين الأطفال دول أحباب الله. أنا بتكلم طبعا على سن لوجي عشان لسه صغننة، فالأطفال أحباب الله. فان شاء الله باذن الله ربنا يرضينا ويفرحنا بيهم كده ويوسع ارزاقنا جميعا يا رب، ونقدر ان احنا نساعدهم ونفرحهم. هنا ده تقريبا تاني يوم. ايوه ده اول يوم، ده يعني كانت النشاطات بتاعتي. هتلاقي تاني يوم وتالت يوم اجواء حلوه جدا جدا، يعني الطاقه احلى. ويعتبر بقول لكم انا في 48 ساعه تقريبا ما نمتش، يعني 3 4 ساعات فيهم. فمتخيلين 40 ساعه كده ايه، قاعده متركبه ومستمتعه. لبست بقى الفستان ده ولبست له شميس كده اسود اهو ستان حلو قوي. انا عارفه ان هو لو يتلبس عليه بلوروع يبقى احلى، بس حبيت ان انا البس كده، يعني ما كانش قدامي بلورو بصراحه. فلبسته بالشكل ده، والله طلع جميل قوي قوي قوي. ما هو لونه كمان مش ابيض، ده اوف وايت، يعني عارفين اوف وايت وفي كده وردة لونها اسود، ولبست طرحة اوف وايت والشنطة كده يعني على اوف وايت وكافيه كده، وكان شكلها حلو قوي قوي. هنا بقى احنا كنا نازلين رايحين نستكشف المكان، يعني اول مرة نطلع بره القرية. احمد قال لي في كارفور جنبينا. فاكرة بقى ان احنا نمشي على الاقل نص ساعة بالعربية ولا ربع ساعة. عايزة اقول لكم ما كملناش 5 دقايق، يعني 5 دقايق ولقينا نفسنا في كارفور. هو ده التمشية، هو ده التمشية. طيب ما ودتناش ليه المرة اللي فاتت؟ الرجالة يا جماعة بتكسل قوي، بقت كسلية جدا جدا. فقال لي لا، يعني امبارح كنت يعني متضايقه وتعبانه وزعلانه، فهو حابب النهارده يعني ايه يوديني بقى ايه كارفور، يعني عشان انا ايه برضو مش بفطر قوي الصبح وكده. فهتشوفوا كل حاجه معايا. ولبس النضاره دي كده كانت لايقه، والحاجات دي يعني عندي من زمان الحمد لله محافظه عليها. صباح الفل يا صباح الهنا يا صباح السرور. يوم جميل سعيد زي ضحكة شيري كده، وهي ايه قاعده منشكحه كده. يا سلام، احلى حاجه في الدنيا لما تكون مراتك بتضحك على الصبح، واوحش حاجه في الدنيا لما تكون مراتك غضبانه عليك. محدش يغضب ستاته. كده ويوم كده، يوم كده ويوم كده يا احمد. طبعا في الحال ما بيبقاش واحد ابدا يعني، بس مفيش احلى حاجه، يعني احلى حاجه في الدنيا ضحكة الواحد لما يكون مراته راضيه. يا سلام يا سلام. اتمنى يعني اتمنى. طبعا انا قمت كالعاده في ميعادي بدري قوي 7:30. انا ميعاد ده ميعاد صحيان، يعني نعمل ان انت بدري وسبتكم. ماشي، ما بينام بدري بيقوم بدري. رايحين نستكشف الدنيا بقى، لسه هم ما قاموش والعيال كانوا صغيرين لغايه الصبح. ايوه هنستكشف بقى القريه وما حولها يعني. عايزه نبص القريه اخبارها ايه، هنعمل لكم جوله كده فيها. قريه ولا ما حولها؟ مش احنا طالعين يعني نقول لهم كده. انت رايحه كنت عايزه تروحي تجيبي حاجات من كارفور؟ رايحين كارفور بقى اللي جنب، بس جنبيها يعني يعتبر جنب القريه. دي القريه حلوه والله جميل. تعالوا نتفرجوا عليها. قريه كبيره برضه صح؟ وفيها زهران وفيها مطاعم وفيها كل حاجه، بس هو الشيخ البعيد سره بايت يعني. لا بس عشان احنا قاعدين صحينا من بدري يعني، فقاعدين لوحدينا فقلنا نتمشى شويه. هي من اوائل القرى بتاعت الساحل، من اوائل القرى يعني، بس محافظين عليها بصراحه. عشان قوات مسلحه، دي اسم بتاع قوات مسلحه بجد؟ يعني ما تحسش انها قريه قديمه او كده، لا. واي حد ممكن يأجر فيها، اي حد بيجي هنا القريه قبلها بقى باسبوع باسبوعين حسب يعني. بس هنا التمشيه بالنسبه لك انت ما بتحبش تسوق في الزحمه، فهنا مفيش زحمه. فكده يعني مفيش حجه، مفيش حاجه تقول لي ايه مفيش طرق بالعربيه. لا بالعكس والله. ايوه ما بقولك هنا تحب طريق زي ده، تحب ان انت تسوق ولا فيه. حد يلاقي الماء والخضره والوجه الحسن واقول لا، يعني كده تبقى بطر. يا راجل يا راجل قول كلام غير ده. معقول انت اللي بتقول الكلام ده؟ مش مصدق نفسي. في 3 دقايق بالظبط انا مش كارفور. يا سلام 3 دقايق ما شاء الله. طب حلو قوي، بس مش كارفور هنا تبعهم هم تبع. لا كارفور كارفور كبير. كارفور كبير والله انت ما رحتيش قبل كده ولا مره؟ لا
ما جيتش يعني، انت شايفني مقطعت السكه هنا لا رايح جاي. كارفور ما رحناش حتى، احنا رحنا بس السنه اللي فاتت سيدي كرير، احنا بنروح مرسى مطروح. انا عشان كانت دي سكه المزرعه عندي فكان فاحنا بنروح السنه اللي فاتت سيدي كرير، فما رحناش. احنا قعدنا برضو في القريه، رحنا زهران جواها، بينا وبين الفيلا اللي احنا مأجرينها حوالي ما فيش دقيقتين. ده احمد، انا الفيديو ما كملش اصلا دقيقتين. بقول لك هو كارفور دي انت اللي تقول لي الشيخ البعيد سلوك بتاعه، هو فين البعيد ده يا حاج؟ فين البعيد ده دقيقتين نروحوا بس. وانا افتكرت همشي بالعربيه واقول لك احب تسوق في طرق فاضيه ومش عارفه ايه، وفين الفاضي ده يا بابا؟ ده ما سوقتش دقيقتين. لا وعامل معايا واجب، بس واجب. تسلم برضه، تسلم. ايه هنفطر احنا هنا بيني وبينك ونكبر دماغنا. لا بس انا نفسي اكل فلافل، تخيلي بقى ان انا نفسي اكل فلافل، فانا عايز اجيب فلافل. ماشي، ما احنا نروح نفطر بما يحضروا. قصدي لو شربنا قهوه مفيش كنكه هناك عامل نسكافيه في مفيش. نشرب قهوه. يلا وكارفور ده هنا بينه وبين القريه بتاعت سيدي كرير مفيش دقيقتين يا جماعه. ويا جماعه ده كارفور كده في الجنب التاني على طول، يعني تطلعي من قرية سيدي كرير تلاقيه في الجنب التاني. مفيش، لو معاكي عربيه مفيش 5 دقايق، بس طبعا مش هيبقى صعب لو خدتي اي مواصله. لو في مواصله هناك هيبقى سهل جدا، يعني 5 دقايق بالظبط. اول مره اروحه فحلوه قوي، عجبني بجد. في فود كورت، وكمان شبه كارفور اللي عندنا في الداون تاون. كمان في بره كده محلات يعني صغيره جدا بالنسبه طبعا لكارفور اللي عندنا، بس فيها حاجات حلوه قوي. لقيت شنط ولقيت لعب، بصوا الحاجات جميله قوي، ومجات زي بارتيشن كده، وكل بارتيشن فيه مكان يعني لبيع حاجات. فهنا برضو الناس اللي بتيجي وتصيف بتحب تاخد حاجات تذكارية، ففي حاجات كده زي فرعونية وحاجات جميلة قوي بتتعلق، شكلها حلو قوي. وكمان في لبس، بصوا ده طلع ترند حلو قوي، الفستان ده، وده كده كارينا، وفساتين الاطفال حلوة قوي. عايزة طبعا سألتوني عن اسم المحل اللي انا اشتريت منه، اللي لوجي المايو بتاعها، كنت شاريه البوسي وشاريه المايو بتاعي. بصوا ما شاء الله المايو بتاعي من اكتر من 4 سنين، من 5 سنين تقريبا، فمن عند الاسكندراني. فانا يعني مصوره لكم في المحل، بس اسفه ان انا ما نزلتش الفيديو قبل ده، يعني جت بقى فيديوهات المصيف، فمعلش هبقى انزله لكم بعد فيديوهات المصيف ان شاء الله باذن الله. في كذا محلات بقى ملابس حريمي ورجالي واطفال وشباب، وبصوا المايو ده عجبني قوي قوي. وكده بعد كده بقى بتروحي محلات كتير يعني، وفي طبعا كافيهات وفي كذا حاجه. وعجبني قوي مكان كده فارش يعني شنط خطيره، شكلها جميل قوي قوي قوي، يعني الحمد لله اللهم بارك انا عندي شنط يعني، فعمري ما افكر يعني اجيب شنطه، بس عجبني الماتيريال وعجبني الاشكال حلوه قوي. بصوا يعني بصراحه مش كتير قوي لما تلاقي مكان موجود عنده الكلاسيك والمودرن واللي هي بتبقى زي الصندوق واللي هي بتبقى طريه، فعنده حاجات جميله قوي. هنا كمان اكتشفت فيه ملاهي، فاللي عايز يصيف يعني مصيف كده حلو، اسعاره حلوه، يروح ملاهي ويفسح ولاده وينزل ويروح في كذا مكان، لان بالليل انتوا عارفين يعني مبتبقاش النشاطات كتير. بس انا عن نفسي بحب الاجواء بالليل، يعني بحب انزل اتمشى، هتشوفوا بحب انزل اقعد في الجنينه بالليل. ده بالنسبه لي انا بحب الليل قوي قوي. احنا كنا طبعا عارفين ان احنا جايبين يعني تعتبر كل حاجتنا معانا، بس كنا رايحين نجيب ميه، ده في الاساس ان احنا رايحين نجيب ميه. انا بقى طبعا مش بقدر اقاوم الكيكه بتاعه كارفور او الكرواسون، فطبعا ده عايز الطلب يعني فراح كده قلت له ايه رايك؟ قال لي لا انا ماليش في الفطار ده. قلت له مؤقتا يعني، ان كانت الساعه تقريبا 8 صاحيين قبل 7:30، فقلت له لا انا كده هيبقى فطوري، انا كده يبقى تمام قوي. ولو كمان شربت قهوه او نسكافيه، ليه بقى ما بشربش نسكافيه هناك؟ انا ما لقيتش كنكه ما لقيتش كنكه للبن، فاروح اشتري كنكه. فقلت لا خلاص بقى مش مشكله، خلاص يعني معايا حاجات 3 في 1 كده من غير لبن بشربها، مش لازم النسكافيه اللي هو بفوم والمضرب والحاجات بتاعتي ده، لا 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 بلاش. فهنا كانوا فارشين عشان حلاوه المولد اهو، هما كان بيتفرج يعني.
بيقول لي ايه دي حلاوه بالسمسم وما شاء الله اسعار الحلاوه اوبا اوبا. بس حلو، بيقول لي ان هو اللي بيحب السمسميه يعني حاطين وحديها، مش عارفه كان كويدر تقريبا، ايوه اللي فيرش كان كويدر تقريبا، يعني مش عارفه بنطق برضو الاسم صح ولا لا. هو كويدر تقريبا حاجه زي كده، بتاع حلويات يعني. هو اصلا يعني انا بشوفه عندنا في سان ستيفانو. كان في كوكيز وكان في حاجات كتير، بس انا ايه كان نفسي في الانجليش كيك بتاعه المخابز بتاعه كارفور، بيبقى طعمها حلو قوي ما شاء الله. في فواكه، بصوا في كل حاجه، ليمون، خضار. عايز تعملي اكل انت عندك البوتاجاز، عايز تعملي اكله متكامله هتلاقي فراخ برضه، هتلاقي لحمه، هتلاقي برجر، هتلاقي كل حاجه. موضوع سهل قوي، مش لازم تشيلي من هناك يعني. احنا بس كنت ايه بشوف كده الاخبار ايه، بس كنا جايين في الاساس عشان الميه. كمان هنا في شوايات بقى، وفوجئت يعني بالاسعار الشوايات. ما شاء الله في اسعار غاليه جدا يعني. شفت شوايه اصلا ب 13000 جنيه، يا نهار ابيض. دي بقى ما شاء الله عايزه حد عنده فيلا بقى وجنينه بقى ويشوي وكده يعني. فهي الميه يجي جبناها. فبس بقى فكده ايه يعني، اتمشينا شويه لغايه ما الولاد بقى وكله يصحى كده من النوم. اصلا تقريبا البسين من الساعه 10، فلسه عندنا وقت يعني. واحنا عمرنا ما هننزل الساعه 10، اكيد هننزل بعد صلاه الظهر يعني، بعد ما نصلي الظهر ونروح على طول ان شاء الله باذن الله. بس عايزه يعني كنت اخد لكم جوله في المكان عشان تبقوا عارفين لو انتوا رايحين الدنيا هتبقى ماشيه معاكم ازاي يعني. عايز ينزل كمان هناك في زهران على فكره، جوه القريه يعني. عايزه اقول لكم الفيلا اللي احنا مأجرين فيها دي بينا وبين زهران مفيش 5 دقايق مشي، مفيش. بس احنا حبيت يعني ايه اغير كده واطلع بره القريه كده شويه ونتمشى. في برضو البيتزا دي فرنه بيقول حلوه قوي، فلو حد جربها برضو يكتب لي في الكومنتات ايه الاخبار. ما شاء الله الجبن والحاجه كلها متوفره وكله تمام التمام. وجبنا كمان لانشون عشان لوجي تفطر، عشان هي بتحب اللانشون. انا عارفه ان اللانشون يعني خطر عليها او مش حاجه مهمه وكده، بس انا عشان يعني مصيف هتنزل البسين وكده وانا خايفه عليها، فهضطر ان انا اكلها الحاجه اللي انا مش برشحها علشان بس تاكل يعني. عارفين اللي هو ايه، تاكل، ما عملت تقول لا لا وممكن تنزل. وفعلا هي عايزه اقول لكم في يوم نازله كانت دايخه يعني. في يوم لما رحنا البسين تالت يوم ده كانت دايخه. فبس بيقول لي هنا في لحمه مدخنه كمان تقريبا، وفي روز بيف، في كده سلامي. وكمان عاملين حاجات يعني تاخديها على طول كده، على ان انت تحطيها في اطباق زي تومية وزي طحينة معمولة بالحمص وتبولة تقريبا ومايونيز بالكاتشب وحاجات حلوة قوي يعني. معرفش اسمها ايه الشركة والله ما فاكرة، بس عجبني الفكرة يعني. وتبولة ومش عارفة ايه وكده، فحاجات ان انتي ايه تحطيها على الغرف. فبصراحة حلوة قوي يعني، المكان حلو. وفيه طبعا غير زهران صغير شوية، ده على اوسع بكتير ما شاء الله كده. بصوا، وكمان كنت نسيت اجيب شاور للايد، جبنا شاور. ايوه كنت نسيت بصراحه يعني. برضو بصي يعني عاملين اعمل كل حاجه وارتب واعمل واظبط واكتب في ورقه واكتب فاضل ايه. نسيت الشاور للاسف. واحلى نوع شاور بحبه ده هنا يعني من مصر ديفا، ده سعره حلو وفي نفس الوقت ريحته حلوه قوي. فكنا محتارين يعني نجيب انواع ايه. وبص بقى قعدت كده ايه بقول له ايه ده الحيل ورايا. قال لي يا ستي انتي امشي. قلت له بتفرج من باب العلم بالشيء يعني. اي حاجه مطبخ بصراحه بتجذب الست يعني عموما كده. وده لقيت حاجه غريبه قوي من شركه فريش، مش غريبه انا اول مره اشوفها بصراحه. لقيت تكييف محمول يعني. تكييف كده مش عارفه بيتوصل، احمد قال لي ازاي، وبتحطيه في اي اوضه، وعامل 16000 جنيه. فبقول له حلو قوي. حتى بيقول لو واحد رايح مصيف قال لي ياخده معاه يعني، يحطه في شنطة العربية. فما اعرفش ايه ده، اول مرة اسمع عنه. فبيقول لي انا قريت عنه ان هو بيتحط وتطب والمخرج بتاع المية يعني، مش اللي هو التكييف الصحراوي، لا تكييف. فقال لي ما اعرفش بقى ليه خرطوم بيتحط من شباك ولا من بلكونة، والله ما عارفة. او بيتحط بيفضي في جردل، مش فاهمه يعني. قلت له على اساس ان انا يعني مش بفكر اجيب حاجه زي كده، فما اهتمتش قوي ان انا اشوفها يعني. وبرضو هنا برضو كاتل وحاجات يعني، كل حاجه متوفره هناك الصراحه. لقيت بقى هنا العشق بتاعي بقى ابو عوف بقى، انا بحبه جدا وبحب القهوه بتاعته قوي قوي قوي.
فجبت انا نسكافيه واحمد جاب قهوه، وبصوا اكلنا كده كيكه يعني دوبك، وجبنا بقى الباقي يعني روحناه معانا. وطبعا وهو مروحين الرجاله عمرها ما هتقتنع بكيكه والحاجات دي، رحنا على فول وفلافل هناك، في فول كل حاجه بصراحه متوفره هناك يعني. خلاص كده بقى احنا ايه يعني فطرنا ورحنا البسين والدنيا تمام اليوم ده. فخلاص يعني قلت كده ايه بعد تقريبا كنا الساعة 6 او 7. لبست كده برضو الشميز الاسود ده، هو نفس الشميز بس لبست عليه زي كده دريل او بليزر كات كده لونه تايجر، والطرحة دي كافيه. والمفروض بقى نروح الولاد يتغدوا او احنا نتغدى عموما يعني. بس احمد طبعا عشان يعني فطر الصبح ملوش مزاج يعني، يا عم كنت اشتكي لكم منه حتى اقول لكم الراجل ده مش عايز يروح معايا في حته اهو، قاعد كده مستجم على البرجوله. وبقول له تعالى معانا نروح نغدي الولاد وكده، قال لي لا روحوا انتوا زي ما انتوا عايزين، انا قاعد هنا. قلت له خلاص بقى براحتك يعني، انا اروح يعني نام شويه عشان احنا عندنا يعني مشوار بالليل. حبيبتي صديقتي نوجة طبعا كتير قوي يعرفها هنا في القناه، صاحبتي برضه عن طريق القناه. بس والله يعني في معزة أخت يعني، ربنا يبارك لي في كل صحابي يا رب. هي عندها شاليه يعني في قرية جنبنا، وقالت لي لما تيجي، كانت عارفة ان انا طالعة مصيف جنبيها هنا في سيدي كرير، فقالت لي لما تيجي هشوفك يوم ان شاء الله. قلت لها ده هم كلهم 3 ايام، قالت لي لا لازم اشوفك، لازم تيجي تنوريني في الشاليه. فقلت لها يا ستي مش هينفع، لقيتها بتتصل بيا كتر الف خيرها وبتقول لي مستنياكي. طب قلت لها خلاص هنجيلك ساعتين بالليل. فقالت لي لا والله لازم تيجي وتجيبي ماما واختك معاكي. وبصراحه احنا يعني معرفه يعني، مش شخصيه، بقينا عائليه يعني، هي بتيجي عندي وانا باجي عندها وجوزها صاحب زوجي يعني، والدنيا الحمد لله كويسه مع بعض. جوزها كلم احمد وقال له لا لازم تيجي وهعدي عليك بالعربيه. قال له طب انا معايا العربيه، قال له عشان تبقى تعرف الطريق وكده يعني. كتر كتر الف خيرهم بصراحه وقضينا وقت حلو قوي قوي. ودايما هي كلها ذوق بصراحه، واستقبالها لينا كان ذوق جدا جدا، ومحضره لنا حاجات وقضينا سهره جميله جميله عندها بجد. ربنا يبارك يا رب في كل صحابي. والله الناس اللي بتحبني لله في لله دي احلى حاجه في الدنيا بجد، ان حد يحبك لله في لله. فبصراحة انا قلت لكم الدنيا بدأت يعني تبقى كويسة كده من تاني يوم الحمد لله رب العالمين. انا حبينا قبل ما اروح بقى عند صاحبتي نوجة وكده، قلت ان انا يعني نأكل الولاد ونتغدى. اجواء على فكره بتبقى حلوه قوي بالليل يعني، بحب اتمشى قوي بالليل فيها، جميله جميله جميله، هاديه زي ما انتم شايفين كده. والاسعار حلوه قوي، نفس اسعار اسكندريه، ما فيش فيها حاجه زياده، كانك في اسكندريه ونزلتي اتفسحتي. بجد الاسعار جميله جدا جدا و... وحاجات حلوة يعني، كمان طعم الحاجة حلو. في بيتزا، وفي كمان سندوتشات شاورما وفتة شاورما و... ومكرونه باللحمه المفرومه ومكرونه بشاميل وكل حاجه يعني، عايزه اقول لكم كل حاجه. نزلت انا هنا والبنات بقى كله كده جه مع بعضه، ما عدا الرجاله بس فبصوا دي الامارات بقى بتوعي، ربنا يحميهم ويحفظهم يا رب بقى. وبصي بقى ايه لبست ايه الحته على الحبل بقى رايحين نسهر بقى، رايحين نسهر النهارده. فهنا كانوا بيشوفوا كده المنيو، ولوجي بتقول لي انا مش عايزه اكل كالعاده يعني كالعاده. قلت لها لو مش هتاكلي هترجعك تاني، حسي انا هروح ارجعك تاني. راحت قالت لي لا خلاص اكل. قلت لها حتى ان شاء الله تاكلوا حاجه بسيطه يعني، ما تعرفوش كان في ايه يعني، انا بشوف المصيف ده بياكل. فالولاد ما اعرفش ما كانش ليهم نفس قوي، فطلبنا بيتزا وكمان فطيرة بالسكر يعني، قلنا نعمل شير يعني مع بعض كده، السكر واللبن. ما اعرفش يعني الولاد اهم حاجه قلت لهم تاكلوا اللي انتوا عايزينه، عشان ما حدش يقول لي انا مش عايز ويسيب لي وكده يعني، يسيب لي بالاكل والحاجات دي. فخلاص استقروا على كده. فبنشوف بقى المكان نقعد فيه، هو في مكان هناك حلو قوي اسمه باب الحاره، ده اسعاره كويسه، ده اللي جربناه يعني والقعده حلوه قوي يعني. بصوا الاجواء كده جميله، ونسمه الهواء جميله قوي قوي، وتشربي حاجه تمام. وفي نفس المجمع ده في زهران يعني، كمان في زهران جنبه، لو عايزه تشربي حاجه تجيبي عصير تاكلي حاجه حلوه يعني، المكان جميل بصراحه.
ده هنا الولاد طلبوا بيتزا بصوص الرانشي، وكمان فطير، وعجبهم قوي الفطير، يعني جميل بصراحة، فطير بسكر ولبن كده، بسكر بودر ولبن. فحتى مرة تانية نزلنا يعني وقالوا عايزين ياكلوا فطير بس، فكان طعمه حلو قوي. تقريبا صورته لكم في المرة التانية، مش عارفه صورته المرة دي ولا المرة التانية. فده كده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى بلايك وشير، كومنت حلو منكم بتساعدوني جدا جدا. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.